ومن هنا فإننا في الجمهورية الصحراوية عازمون على توطيد وتعزيز علاقاتنا مع دول وشعوب العالم، وخاصة في منطقتنا مع كل جيراننا بمن فيهم المملكة المغربية. تذكروا كلامي جيدا، الاستقلال التام أو الموت الزؤام. أخويا ما تفرجش عليا، ما نجيش تحت الوصاية نتاع بلد مستعبد. راه غير المهبول اللي يقبل يعود تحت الوصاية تاع المخزن والوصاية تاع محمد السادس، المهبول برك. لن يكون الشعب الصحراوي مصدر خطر أو تهديد للشعب المغربي الشقيق، بل سيكون منفتحا بأيادي ممدودة للسلام والتعاون في شتى الميادين. حبيبي نوض الغزال نوض حبيبي نوض الغزال نوض. برك من هاد الاحلام ديال النهار. السي المونتاج، موريتانيا تدعم مفاوضات الصحراء المغربيه، وفنلندا اللي هي العضو بالاتحاد الاوروبي نهار الحد ان شاء الله بربي غتقولها لكم ببليكه فاتحه انها تدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه تحت السياده المغربيه. لا نوض الغزال نوض. يلا الاخوان كيف العاده حركوا لنا ديك اللايك جادو وشي تعليق. السي المونتاج، طلي على واحد الاخت التونسيه راه عندها واحد النداء عاجل، شابكه تخنشيل ثانيه جدك هكا. يعني التراث نتاع تونس قاعد يتسرق قدام عينينا ونحن ساكتين. معناها التراث نتاعنا يا توانسه قاعد يتسرق قدام عينينا ونحن ساكتين. ولات حرب اعصاب. الميساج نتاعي لليوم، وزيرة الثقافة آمنة سرارفي بربي عجل في تسجيل الجبة التونسية باسم تونس. هذاك تراثنا وتراث جدادنا. علاش للتوا ما تمش تسجيل الجبة التونسية في اليونسكو باسم تونس؟ راهم اخواننا مع كل احتراماتي للشعب الجزائري قاعدين يقلدوا في الجبة التونسية، قاعدين يحضروا في ملف باش يتم تقديمه على اساس تراث مشترك في شنو سامحني؟ في شنية؟ يجيبوا السيارات مفككة ديمونتية من رومانيا ومن المغرب، يجيبوا دي كونتينر من رومانيا ومن المغرب، يركبوهم في الجزائر، يمونتيهم في الجزائر ويخرجوهم يقول لك صناعة جزائرية. المرة الأخرى نتفرج في فيديو مستدعين واحد حاسينه من الأردن ولا منين، حاطينه الكسكسي التونسي، حاطينه سلطة المشوية التونسية، وقاعدين يقولوا له هذا ماكلة وهذا ماكلة جزائرية، هذه راهي هكا وهذه هكا، وهو يقول الله الله ما بنوا الكسكسي الجزائري، وأنا نتفرج والناس الكل تتفرج. تو وصلنا إلى الجبة التونسية إنها تراث مشترك. من وقتاش سامحني؟ من وقتاش؟ الرجاء وصلوا لي صوتي يرحم والديك إلى وزيرة الثقافة. لازم يتم تسجيل الجبة التونسية باسم تونس اوفيسيالمون قبل ما يهزولنا الثقافه نتاعنا، وقبل ما يهزولنا التاريخ نتاعنا، وقبل ما يهزولنا معناها الحاجه نتاعنا نحن، الجبه التونسيه نتاعنا نحن. يا ديني شنو هالحاله هذه؟ ودابا هذه حاله هذه السعد بجيد، هذه حاله وكاع الجيران يا جدك كيتشكاو من هذه الجزائر الجديده. ناضو سيدي قال لك المغاربه باغيين يتشاركوا معاهم القفطان المغربي والطاجين والبسطيله والحايك والبرنوس وغيرهم الكثير من الامور. شويه داروا سيدي لتونس قال لك بغينا نتشاركوا معاهم في الجبه التونسيه، نديروها كملف مشترك. نتوما باغيين تشاركوا اي حاجه تشاركوا فيها، راه الوجه المشروك راه ما كيتغسلش. شويه مشاو عند ليبيا تما يبغاو ياخذوا من عندهم شي باروك. والسعد مجي واش انت غتبقى تلصق حياتكم كامله؟ غتبقاو تلصقوا، خذ شويه من هنا شويه من لهي شويه من هنا. هادو تقاليد جزائريه الله يبارك، وحنا عندنا تاريخ ماشي غير هضره في الريح. حيد عليا. قلب صناعة الأركان الطبيعي الجزائري. هذه الثمرة من الشجرة تاكلها الإبل، غذاء جيد الإبل، وبالتالي كي نكسروها عندنا كسروها، وبالتالي هذه قلنا زنينة نحطوها هنايا تعطينا زيت الأركان الصافي 100%. ما شاء الله. لا هادو حالتهم صعيبه ودا السي المونطاج، صعيب زعما باش يديروا عقلهم. يا ودي راه اركان كاين غا في منطقه وحده في المغرب كامل كومبلي كاين في منطقه وحده اللي هي سوس وجويه الصويره. راه تمشي دابا للشمال المغربي، في الشمال المغربي ما كايناش شجرات الاركان. هادو قال لك اسيدي عندنا شجرات الاركان في الجزائر. واش كتسحابوها بطاطا غتزرعها وغتنوض؟ راه اركان هذا عباد الله. يلا صافي. الاعلام الجزائري يكذب باللي الجزائر ما عندها صح سيدي، ما عندناش قوه عسكريه. ارواحوا يا اخي، حنا ضعاف، ما عندناش جيش، ما عندناش تخوي، وما عندناش اسكابسون اسانسون، ما عندناش شيء. ارواح شنو قاعد تستنى؟ ارواح انت يا شكاره تاع جير هرباتك. راه عنده الرغبه في الحرب، وانهم باغيين يديروا الحرب باغيين، ولكن الرغبه شيء والقدره شيء. من شكاره تاع جير جابوها الجنود ورسموها وقال لك
تقرب هنا نشويك. ضعيف يدير كيما هاك الجيش، ضعيف. بالعكس انتم اللي جبناء وجبلتم على الجبن، لانه قلنا لكم الانسان المروكي والشعب المروكي شعب لا يفقه في الحروب. هذا مصيبه كي دايره ولا لا؟ ها ما هو الشعب تاع حروب، ما يعرفوا لهاش العسكريه والجنديه، والله ما يعرفوا لها، والله راني نحلف والله ما يعرفوا لها. عدم الجيش الملكي لحمايه الملك. شي دابا تبوني فاش كيبدا يهضر ويهدد وينقز ويتعصب ودا زعما كيصحاب لي راه كيخلع فينا. ها انتم كيفاش كنشوفوا ودا الاخوه المغاربه، والله الا هكا كيبان ليا بونيف. مساء الحب، مساء الامل، مساء الوفاء، مساء الهدى، يا الحلوين يا الجميلين. ربي نعم. سمعتي هاد خينا اشنو كيقول؟ هانتوما نفس الحركات ديال اليدين، نفس الهضره، زعما ما يخليش لك غرام ديال الشكه ودا السلمونطاج. ايوا المشاهدين، زيدوا لي هادي عندكم في الدوسي السابقه في قطاع النسيج. الجزائر تصدر اول شحنه من ملابس الاطفال نحو موريتانيا. الله يبارك سيدي، الله يبارك. تشوف لي ودا السلمونطاج، المشاريع الضخمه، المشاريع الملاح التي على اقتصادات اللي كينافسوا بهم الناس الدول العظمى الشريف. حنا باقي معطلين وصافي. عيط لدوك دوك المصانع ديال الصين، اقول لهم يهبطوا الريدو، دوك الماكن يطفيو جدهم. السي عاد مجيد غادي يحكم السوق الافريقي والاسيوي. سالينا هذيك هي. كليرمون فيرون مدودة في واحد 160 كيلومتر على ليون. عرضوا لي بمناسبة 8 مارس وقالوا لي احنا ماذا بينا كي تجي وتعرفينا بالطبخ نتاعكم. روحت يا احنا ما كناش على بالنا باللي الطبخ الجزائري عريض وغني لها. احنا نعرفوا الطبخ المغربي شويه بتا التونسي، من الجزائري لا، كانوا خلاص محقور خلاص. ما قلتش انا لا خوشي برك خاطيني. يا السيده بوحده باركه كتقر وبان بيبليكا فاتحه. ايوا المشاهدين، وصلونا شي تسريبات قال لك اسيدي من خلال الاجتماعات اللي داروا بين اطراف النزاع المفتعل ديال الصحراء المغربيه اللي هي الجزائر موريتانيا والقياطان والعجاج والمغرب. السي عاد مجيد قال لهم اسيدي، قال الامم المتحده بغيت شي ضمانات من المغرب ومن امريكا انهم الى سال هذا الملف هذا، يعني هو راه مسالي، ما غاديش ينوضوا المغاربه يجبدوا لنا الصحراء الشرقيه. هنا السي عاد مجيد راك درتي خطا دبلوماسي كارثي. راك كتعترف بطريقه غير مباشره ان هذيك الصحراء الشرقيه مغربيه. واش انا غنبقى نقري فيك انت ودوك العلماء اللي ندور بك اصاحبي؟ راه ما يمكنش هذا الغباء اللي واصل لي التسعين. علاش لينا نفرض علاش اسيدي ما قلتيش لهاد الامم المتحده انا تعطيوني ضمانات ان هذا المغرب ما طالبنيش بالمنطقه ديال القبائل ولا شي منطقه اخرى؟ علاش بالضبط هذيك الصحراء الشرقيه؟ حيت هي مغربيه. وبينتي يا سعد مجيد لازم تتاكد من حاجه، باللي الناس هادو ما عندهمش مستوى، يا اميين الرب الكريم، ماشي مثقفين. مصيبه 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 مع هاد الناس. راه ما قارينش وكيتخلصوا انا وخدامين وكيتخلص. تولي دير استعانه بالسلمونطاج يفهمك اصاحبي داكشي اللي ما فاهمش. لا الله محمد رسول الله. انا عندي كلام بن بالله نزيد نقول لكم والله ما تلقاوها هذه بالك. هاك وليت رئيس يا بن بالله. واش درت الاسلام؟ تعرفوا على من عرض وزاره الاقتصاد نتاع الجزائر؟ شي جيفارا. اقسم بالله وهالكتاب موجود. وقيل شي جيفارا هو ابن تيميه، ويقول في مذكراته التي املاها على فرنسي: لو لم يخلق الله الاتحاد السوفيتي لخلقنا الاتحاد السوفيتي. واني نعطي المصادر خاطر ما نكذبوش على الاحياء فما بالك على الاموات. لا 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 يا ودي، واش حنا بيناتنا المصادر؟ تيقناك اسيدي تيقناك. شي جيفارا كان غيكون مسؤول في الاقتصاد الجزائري. مزيانه لكم المغاربه. المهم الاخوان، قبل ما ننهيو هذه الحلقه هذه غادي نغبر على الناس ديال اليوتيوب، غادي نغبر عليكم واحد الاسبوع ولا 5 ايام ولا باقي ما عرفش المده. السببات غادي نسافر ان شاء الله بربي لواحد الدوله، غادي نكون حاضر معكم في ستوريات ديال الانستغرام وبعد الريلزات في فيسبوك. يعني الناس اللي ما عندهمش الانستغرام ديالي وباغيين يتبعوا معايا هذه الرحله هذه فين، المهم دايزين فوق الاجواء الجزائريه. ما نكثروش المعلومات بزاف باش ما يوليش خلي فريق اول يخدم الدراري عندو راه كياكلوا ويرقدوا. المهم فريق اول راه بحال والو نوقف عليك تما في مطار ابو مدين الدولي نشوفوا هذاك خونا اللي بارك عليهم.
الله الله واش هالجمال. امتى بني هذا المطار؟ كيقول لي 2019. له تاريخ كبير الله يبارك. 2019 لا تا خويا خالد حلاوه لسان اش كدير الكذوب. المهم الاخوان الناس ديال اليوتيوب كما قلت لكم غادي نغبر واحد الاسبوع ولا 6 ايام باقي ما عارفش المده. السي المونتاج راه ما غاديش يكون معايا، غادي نكونوا في تواصل لا سلكي وداك الشيء المعلومات. المهم المصادر راه كانت شي حاجه غير هو الناس ديال اليوتيوب راه غنغبر عليكم واحد الاسبوع كاينه. المهم 4 ايام بعدا كاينه هذه ما يحيدهاش لينا السي المونتاج. علاش؟ لي ظروف. والمهم نتوما الناس اللي غيدوزوا الانستغرام وغيشوفوا ستوريات والريلزات راه غادي يعرفوني فين مشيت. كره دابا فريق اول كيعيط للسعد مجيد راه خونا غادي فين، ياك ما جاي عندنا ندوز التصويره ديالنا راه محطوطه في المطار غادي عارفينها. المهم يصبح ويفتح الاخوان، تهلاو ليا في راسكم لا جاب الله ما بقيناش عارفوا ولا اله الا الله. لا اله الا محمد رسول الله، لا اله الا الله يا جماعه.